هتجهزيها دفعة واحدة بمقاس واحد سمك واحد، شغل محترف بكل سهولة، غير بقى الطعم روعة قرمشة تدوب كده دوبان في الشاي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف الجمال ده والطعامة دي اتعملت ازاي. اول حاجة انا مستخدمة دقيق النهاردة متعدد الاستخدامات، حلو جدا مناسب بالنسبة لي، اي دقيق متعدد الاستخدامات ينفع للقرقيش. هاخد منه كيلو وهقوم حاطه عليه نص كوباية من السكر البودر، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، معلقة صغيرة من الشمر واليانسون المتحمصين والمطحونين، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، واحط معلقتين او 3 او 4 معالق حسب بقى الرغبة هنا من السمسم المحمص زي ما انتوا حابين، وممكن كمان ما تحطوش خالص برضو، ده بيرجع لكم. تمام. والخميرة بقى هحط معلقة كده صغيرة ونص من الخميرة الفورية، حوالي 7 جرام او 5 جرام في الحدود دي. تمام. طبعا مش هننسى رشة الملح. وكده المواد الجافة بتاعتي هتكون جهزت، هقلبها مع بعضها وهركنها، وتعالوا نشوف المواد الدهنية. معايا هنا 400 جرام من السمنه والزيت، عامله خليط مع بعض. 400 جرام دول اللي هم كوبايتين، بتخلطيهم زي ما انت عايزه تخليهم سمنه بس مفيش مشكله، عايزه تخلطيهم زي ما انا عامله مفيش مشكله، عايزه تضيفي كمان زبده برضو مفيش مشكله. انا حاطه كوبايه ونص سمنه ونص كوبايه من الزيت، وهقوم خلطهم. وعلى فكره انا ساعات يعني ما ببسش الدقيق مع السمنه، لا انا ساعات بحط المواد السايله مع السمنه وبخلطهم على الدقيق. يعني القراقيش مش محتاجه بس زي الكحك، يعني حابه تبسي مفيش مشكله، مش حابه، انا ساعات بعمل كده وساعات بعمل كده والنتيجه في الاخر ممتازه، والاتنين نتيجتهم واحده. المهم بسيت السمنه مع الدقيق لحد ما بقوا عجينه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده دلوقتي، وهنزل عليهم بالمواد السايله. انا النهارده هعجن بالحليب، معايا 300 جرام من الحليب او 300 مللي من الحليب، يعني كوبايه ونص حليب دافي. النهارده انا عملته بحليب، قبل كده بعمله بالميه. يمكن انا عشان الجو حلو فانا بستخدم حليب براحتي، انما لو الجو حر شويه لا بعجن بميه اضمن لي انا. تمام. المهم بنعجن شويه حلوين، بنعجن عجنه حلوه لحد ما العجينه بتاعتنا تكون طريه بالشكل اللي حضراتكم شفتوه ده دلوقتي. بالميزان طبعا مش هتحتاجي لا سوائل ولا هتحتاجي اي حاجه، عشان لو انت وزنه، يعني لو مش وزنه هتنزلي بالسوائل شويه بشويه لحد ما تتكون معاكي عجينه. نيجي بقى للحشوه. العجوه بتاعتك لو هي ناشفه دخليها الميكرويف 30 ثانيه هتطرى معاكي، او لو ما عندكيش ميكرويف دخليها فرن ساخن ومطفي تقعد 5 دقايق كده اللي هتطرى برده معاكي. لو العجينه بتاعتك طريه بالشكل ده احنا مش محتاجين ان احنا ندعكها بسمنه ولا اي حاجه، العجوه بتاعتي بصراحه طريه، وكنت حطاها في ظرفه في المطبخ، يعني مش حطاها في التلاجة. وبعدين جبتها خدت منها جزء حطيتها على كيس مفروض، كيس تلاجة، دهنت بس سمنه في الكيس، يعني بدهن الكيس دهنه سمنه، وبدهن العجوه من فوق دهنه سمنه بالفرشه كده، والكيس اللي فوق دهنه سمنه بس عشان ما يلزقش فيها ولما باجي افردها بلوك. المهم بفرد العجوه ما بين كيسين مدهونين سمنه بسيط، وبفردها على هيئه بلوك. البلوك ده هو اللي هيريحني بقى في شغلي، زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي لما بفردها كده على هيئه بلوك ده بيريح جدا في الشغل بعد كده. بتبقى بلوك معاكي بالشكل ده، بخليها طبعا سمك واحد زي ما حضراتكم كده شايفين، بحاول ان انا اسوي الاطراف، وبعد كده بقوم مطبقاها واركنها على جنب لحد ما اجي افرد العجين. العجين بقى يا جماعه هو ارتاح معايا ما بيخمرش، العجين ما بتخمرش، هي بترتاح بس لمده قولوا كده يعني ربع ساعه تلت ساعه عادي، يعني مش اكتر من كده. بعد كده بجيب العجينه بتاعتي باخد منها جزء وبفرد برضو ما بين مثلا كيسين، او لو عندك مفرش سيليكون حطيه عليها وحطي فوق منها كيس عشان تتفرد معاكي بشكل برضو او بسمك واحد وبتكون ناعمه. انا بفردها كده اي شكل، ولازم اعمل بقى الحركه دي ان انا الفها رول. لفه الرول دي هتديكي توريقه حد كويسه قوي للقرقشايه نفسها، يعني لما تيجي تقطمي القرقشايه كده هتلاقيها مورقه من جوه، ده سر لفه الرول دي. وبعد كده برجع افردها تاني وبظبطها برضو على هيئه بلوك يكون اكبر شويه من حجم العجوه اللي انا عملتها. تمام. بتتفرد بقى معاكي، والكيس ده بيساعدك كويس جدا ان انتي تفرديها. وهنا انا حطيت خميره يا جماعه عادي على القراقيش اهو، الخميره مش ضدي ولا حاجه وانا بحبها، بس القراقيش واخده سمنه اقل من نص كميه الدقيق، وواخده كميه سوائل اكتر، يعني كميه سوائل كويسه، فطبيعي هنا الخميره ليها عامل وليها فايده. تمام كده. المهم انا فردت العجينه بلوك، وبعدين جبت البلوك اللي انا كنت عاملاه بتاع العجوه هبيته بقى على العجينه بالشكل ده، بحاول بس اظبط
الموضوع سهل جدا وبسيط وكل حاجه سهله معاكي وطريقه معاكي، بس انت محتاجه ان انت تبقي شغاله في هدوء وبالراحه كده، لان انت هتتعبي في الاول وهترتاحي في الاخر. هتتقطعيها كلها دفعه واحده وهتبقى معاكي كلها مقاس واحد، بدل ما تعملي كل شكل مقاس وده مقاس وطلع ده مقاس، لا كده بالشكل ده هيبقى كلها مقاس واحد، وهتملي بقى ايه الصاج بتاعك مره واحده. بحاول ان انا بس اظبط كل الاطراف على بعضها. وفي الاخر برضو هعمل ايه بعد ما بيتها كده؟ لازم امشي عليها المردنه علشان خاطر اضمن ان العجينه لزقت في العجوه نفسها، يعني الطبقه اللي فوق لزقت في الطبقه اللي في النص في الطبقه اللي تحت. وبعد كده بشيل الكيس وبساوي الاطراف. وخدوا بالكم الاطراف اللي انا بشيلها دي بفكها وبطلع منها، لو فيها عجوه بطلع منها العجوه، بتتشال معاكي بكل سهوله، مش متعبه خالص. خلاص كده بس هنسوي بقى الاطراف بتاعتنا. شايفين البلوك بقى جميل؟ وتقدري بقى ان انت تطلعي منه كمان اشكال، يعني ممكن مش صوابع، ممكن تطلعي منه مثلثات، ممكن تطلعي منه مربعات. عايزه قرقوشيه طويله شويه، عايزه قرقوشيه يعني ارفع، يعني ده بيرجع طبعا ليكي. بعد كده برش بقى رشه سمسم فوق، لو انت حابه تعملي القراقيش بالسمسم ماشي، مش حابه عايز تخليها من غير سمسم مفيش مشكله. انا حطيت كده رشه سمسم فوق، وعشان ابيت السمسم عليه كويس جدا جبت سكرابر كده ومشيت السمسم عليه علشان ايه ما ينزلش بعد التسويه. اظن كل حاجه سهله امام حضراتكم. بعد كده ان انا هبتدي بقى اقطع التقطيعه والصوابع الحجم اللي انا عايزاه. اسهل من كده فيه؟ لا مفيش. بس انا بقى عايزه احكي لكم على حاجه حصلت لي بصراحه، كنت متردده جدا ان انزل الفيديو ده لان انا اتحكننت. انا في صاج من القراقيش ده للاسف الشديد اتحرق مني في الفرن، يعني الكميه كيلو اللي انا طلعتها تقريبا يعني نصها بس اللي طلعت، والنص التاني اتحرق، حرفيا اتحرق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس الحمد لله هي جت على قد كده، بس محدش يسهى عنها لان هي محتاجه تسويه بالظبط ربع ساعه. من بعد ربع ساعه بصي عليها، لان زي ما انتم شايفين الصوابع رفيعه، انا مش عايزه العجوه من جوه تنشف خالص، فهي مش هتاخد وقت، لان السمك العجين من فوق رفيع والسمك اللي تحت رفيع، والعجوه مش مفروض ان هي تقعد في الفرن كتير، فخدوا بالكم من التسويه بالذات. المهم ان انا جبت الصاج بتاعي رصيته، هو ده تقريبا الصاج اللي طلع يعني مظبوط، وصينيه تانية صغيره كده فيها كام قرقشايه، هم دول طلعوا مظبوطين، باقي كله اتحرق والحمد لله على كده. مش بدهن الصاج اي ماده دهنيه خالص، برص. والساده بقى يا جماعه عملتها ازاي؟ نفس الكلام الاولاني خالص، ولكن انا خليت العجينه سميكه شويه، لان هنا مش هيبقى فيه طبقات، خليتها سميكه حاجه بسيطه. لان لو انتوا تخنتوا القراقيش بتبقى طريه يا جماعه، بعد كده بتقولوا لي القراقيش مش مقرمشه، ده بيبقى من سمك القراقيش نفسها. فانتوا خلوها مش تخينه من البدايه، علشان هي كده كده هتنفخ تاني حاجه بسيطه في الفرن، فما تبقاش تخينه زياده عن اللازم وتلاقوها طريه. الصاج ما شاء الله طلع اهو بالظبط يا جماعه. بصوا التسويه بقى، اعلى حراره في الفرن، اعلى حاجه بنشغل الفرن قبلها ب10 دقايق. الرف الوسط بتقعد بالظبط من ربع ساعه ل 17 دقيقه، ما بتزيدش عن كده خالص. نركز بس في التسويه عشان خاطر حرام الحاجه ما تتحرقش زي ما اتحرق مني. هم دول الحبه اللي طلعوا من الكيلو، الحمد لله والشكر لله وقدر الله ما شاء فعل. بصوا القراقيش ما شاء الله تبارك الرحمن، العجوه فيها طريه، وهوريكم دلوقتي العجوه طريه ازاي. اظن واضحه، بتمسكوها بس انا ما بحبش بقى افعص بقى قدامكم الحقيقه، عشان انا بقرف اصلا من الحاجات دي. فهي طريه خالص، مورقه وواخده تحميصه حلوه جدا، صدقوني دي بقى بتدوب دوبان كده في الشاي. طعمها ونكهتها يا جماعه في منتهى الجمال، بجد بجد لو جربتوا وصفتي مش هتندموا ابدا وهتعجبكم جدا. واشوفكم فيديو جديد ومع الف سلامه.